هذه الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا من بعد ما خرجناها من الثلاجه، من بعد ما تمسكت لنا الطبقه الثالثه كيف كتشوفوا، فكيجي طبقه الجنواز، طبقه ديال لا كريم باتيسيا، والطبقه الثالثه اللي هي ديال البرتقال مع البنان. كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها حتى نتوما ان شاء الله في البيوت ديالكم باذن الله. بالنسبه للناس اللي كتدخل جديده معنا للقناه كنرحبوا بها، وما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم الى عجبكم بطبيعه الحال لا فيديو. ونتمنى ان مطبخ سجا يكون دائما عند حسن الظن ديالكم بالوصفات اللي كيقدم لكم، ونتلاقى بكم ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديروا جيم وخليو كومونتير من تحت الفيديو باش نبقى انا وياكم على تواصل. عليكم كي درتو لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه. كيف شفتوا معايا في الاول ديال الصور، هنايا غادي نوجد معكم هذه الكيكه هذه اللي كتكون 3 ديال الطبقات. الطبقه الاولى اللي هي كتكون من كيكه اللي كتكون سهله بمقادير اللي هي جد بسيطه، والطبقه الثانيه اللي هي ديال لا كريم باتيسير، والطبقه الثالثه اللي هي ديال الفلون بالبرتقال وكذلك الفواكه. انا استعملت البنان وانتم استعملوا اي فاكهه كتعجبكم. الطريقه ديال التحضير بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا عندي هنايا فوق سطح العمل عندي كاس ديال الزيت عامر بحال هكا، يعني كاس ديال العنبه، دائما العبارات بكاس العنبه، كاس ديال الحليب اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال سنيده يعني السكر الخشن، عندي 2.5 كيسان ديال هذا العبار هذا ديال هذا الكاس، هو هذاك 2.5 كيسان تقريبا. دائما ما كنستعمل 2.5 كيسان على حسب النوعيه دائما ديال الدقيق. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندي قبيصه ديال الملح، معلقه دي كبيره ديال الخل، و3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. وهنا كيف كتشوفوا معايا عندي خماره، انا هاد لا ليفر غادي فيها 11 غرام، نتوما استعملوا 2 خمارات. وعندي هنايا 2 ساشيات ديال الفاني من الفئه ديال 7.5 غرام. هادو هما المكونات، وغادي ندوزو على بركه الله للطريقه ديال التحضير. غادي على بركه الله اول حاجه كنديروها هي القبيصه ديال الملحه. كندير واحد القبيصه ديال الملحه، وهاد القبيصه هذه ضروريه كتوازينا يعني الحلاوه ديال هاد الكيكه هذه. غنديروا 2 اولا كما قلت لكم 3 ديال البيضات. دائما البيض كيكون بدرجه حراره ديال المطبخ. السكر، كاس ديال السكر هذا، و2 ساشيات ديال الفاني. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نغربل الخماره هنايا هكذا، كنت وضعتها ديجا هي هنا، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه هكذا حتى نحصل على الخليط اللي انا باغا. دائما الدقيق كيختلف من دقيق لدقيق، كيف كنقول لكم كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش، ديما كنديروا شويه شويه. فانا هنا قلت لكم عابره 2 كيسان وغادي نشوف. دونك انا ما غاديش نزيد، كيبان لي هذا هو القوام ديال الكيك. غادي نشوف لانه هو كيبقى كيشرب، فما ما يصلحش انا نزيدو اكثر. غنخليه واحد شويه وغنزيد يشرب. هذا هو المول ديالي كيف كتشوفوا هنايا. نحيد هذا الفوي وغادي نبدا نخوي. انا عندي المول هنايا يعني كبير، غنرفع يدي مزيان كيف كتشوفوا.
نبقى نوزع الخليط ديالي هكذا. صافي. بالنسبه للطريقه ديال الطهي غادي ندخلو للفرن اللي كيكون بارد. انا دائما كندخل الكيكه ديالي للفرن اللي كيكون بارد، يعني ما كيكونش ساخن. المده ديال الطهي ديال الكيك كتكون تقريبا مده ديال 45 دقيقه. كيف كنقول لكم غادي غير نوازي انا ما عنديش الغرض به انه يكون عالي هذا الكيك هذا، لهذا درتو في هذا المول هذا اللي القطر ديالو يعني راه كبير. غادي ندخل كي قلت لكم الفران اللي كيكون يعني بارد مده ديال 45 دقيقه، ومن بعد ان شاء الله ملي غادي يطيب هذا الكيك هذا غادي نشوفوا باقي المراحل. شوفوا معايا، هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كتشوفوا فهي كتجي كيكه اللي كتجي اسفنجيه بزاف. دابا غادي نديروا اول طبقه اللي هي لا كريم باتيسير. غادي نديروا فوق منها كريم باتيسير. كيف كتشوفوا انا عندي المول كبير، وحتى الكيكه ديالي يعني جايه كبيره. غادي ندير تقريبا لتر من الحليب، هو اللي غيكفيني لهاد الكميه كامله. ومن بعد ان شاء الله ندوزو الطبقه الثالثه. غادي ندوزو بلي زانغريديون ديال الطبقه الاولى. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندي الكريم باتيسير 4 المعالق ديال السكر، ودائما الحلاوه كتبقى حسب الرغبه. عندي هنايا يعني تقريبا عندي لتر ديال الحليب، لان انا قلت لكم عندي الكيكه يعني كبيره. هنا ان شاء الله غادي ندوز دابا نوضع 5 المعالق ديال الكريم باتيسير مع لتر الحليب مع 4 المعالق ديال السكر الخاشن، وغادي نوضع ديك الكريمه حتى ان شاء الله تعقد ونرجع معكم. دونك غادي نبداو ان شاء الله. هنايا غنوضع دوك 5 المعالق 4 المعالق عفوا ديال السكر، ونوضع عليهم الحليب. كتشوفوا غادي نوضع نصف اللتر الاول عفوا، ونوضع نصف اللتر الثاني، غنخلي فقط منه واحد ربع كاس. غادي نسقي به ديك الحلوه. نسيت ما قلت لكمش عندي 2 ساشيات ديال الفاني، ضروري من الفاني. وعندي 5 المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير. تمام. المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. غادي نخلط دابا ان شاء الله كلشي. كيف كتشوفوا معايا نخلط هادشي كله ونوضعه على عافيه مهيله حتى ان شاء الله هذا الخليط هذا كله يعقد، ونرجعوا نكملوا باقي المراحل. كيف كتشوفوا معايا هنايا، فانا هذا هو داك الكاس اللي نقصت ديال الحليب. غادي نبدا نتك بحال هكذايا هاد الكيكه ديالي. كيف كتشوفوا المقادير اللي عطيتكم كتجي كيكه اللي هي سوفلي منفوخه زوينه بزاف. غادي نسقيها دابا بهذا الحليب. اللي بغى يسقيها بالليمون سقيوها بالليمون، بما اننا غادي نعملوا الطبقه الثالثه ديال الليمون والفلان. صافي بحال هكذا تقلبها مزيان، ومن بعد غادي نبدا هكا نسقيها كلها، نخويها على الجوانب ديالها كامله الوسط. انا ما بغيتش ندير ليمون اولا بغيت نسقيها زعما بالسكر والماء، فما بغيتش شي حاجه اللي هي حلوه بزاف، فقط اكتفيت بالحلاوه ديال الكيكه وسقيتها غير بالحليب بوحديته. شوفوا معايا هذه هي لا كريم باتيسير ديالي. اوبس معليش هكذا. دونك كنبداو وهي سخونه هاد لا كريم باتيسير كنبقاو هكا كنخويوها فوق ديك الكيكه ديالنا هكذايا. سي نورمال غادي تمشي بين الجناب الا كانوا شويه الجناب. شتي علاش انا درت لتر من الحليب؟ يلا كفاني. دونك هكا غادي ندخلها دابا ان شاء الله للثلاجه تبرد مزيان، وعاد ندير الطبقه اللي هي الثانيه والثالثه ان شاء الله.
بالنسبه للطبقه يعني اللي هي يعني الاخيره، عندنا غنحتاجو هنايا البنان. انا هنايا غنستعمل البنان، نتوما تستعملوا اي نوعيه عندكم د الفواكه، فخاز، عندكم بنان، عندكم تفاح، عندكم كيوي، دونك اي حاجه عندكم استعملوها. انا غنستعمل البنان. عندي هنا نصف لتر من الليمون يعني البرتقال اللي عصرته، وعندي جوج ديال لي فلون. هاد الفلون هذا ديال لي جابوني، هذا الفلون هذا العادي ديال درهم، غنحتاج منه جوج. وعلى حسب غادي نشوف البرتقال الحلاوه ديالو كيف دايره. الا كان يعني حلو ما غنديرش السكر بزاف، والا كان ماشي حلو غنضيف له تقريبا واحد زوج معالق ديال السكر اللي هما كبار. غادي نضيف هاد المكونات كلها مع بعضياتها ونرد الفلون يعني يغلى، وغادي نشد داك البنان، غادي نقرضو تقريبا، غادي نقيه ونقطعو الى دوائر باش نديروهم فوق من. غادي اون ميم طون كنهضر معكم انا كنكمل باقي المراحل. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نزيد عليهم واحد المعلقه تيبغي يعني هاد الليمون هذا غنزيد نركزو اكثر. غنزيد له النيغارون ديال الليمون، اللي غنزيد له النيغارون ديال الليمون يعني النكهه ديال الليمون حتى يغلى مزيان. صافي انا ضفت هنايا زوج، اولا ما يحتاجش الا كان الفلون لا كولور ديالو بيضاء. اورانج. عفوا، المعلقه الاولى والثانيه. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نوضع هاد الفلون دونك ما نحتاجش نزيد لي كارون. صافي غادي نوضعو فوق من العافيه حتى يغلى مزيان ونرجع معكم. كيف شفتوا معايا انا خديت داك البنان ودرتو هكايا من الفوق ديال هاد الحلوه، من بعد ما بيان سور ديك لا كريم باتيسير شدات راسها مزيان وبردات واحد شي شويه، تقريبا خليتها واحد نصف ساعه في المجمد يعني في الكونجيلاتور. دابا ان شاء الله غادي نخلي ديك الفلون اللي درناه مع داك النصف لتر ديال البرتقال غنخليهم حتى وكان يبرد شي شويه باش ماشي منين نخويه فوق من الحلوه يتقبل لينا هاد لا كريم باتيسير. غادي نخليوه ان شاء الله حتى يبرد مزيان ومن بعد نصبوه على هاد الحلوه ديالنا وندخلوها تعاود عاوتاني تبرد مزيان في الثلاجه مده ديال ساعه حتى لساعتين، ونقدموها ان شاء الله بصحه وراحه. كيف كتشوفوا هنايا فانا هنا خويت داك الفلون هنايا كامل على هذا البنان هذا، ودابا ان شاء الله غادي ندخلو المجمد باش يبرد مزيان ويتماسك. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه. كنتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم وانكم تجربوها باذن الله. الا عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال كيف ديما ما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو، وبالنسبه للناس اللي كتدخل اول مره للقناه تشترك معنا في القناه، وهذا فضلا وليس امرا. وما تنساش انها تفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. نتلاقى بكم ان شاء الله.